أخواني الأعزاء، الليلة ليلة عظيمة إن شاء الله، ليلة باب الحوائج سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس سلام الله عليه. فإن شاء الله الليلة اللي عنده حاجة، اللي عنده طلب من الله سبحانه وتعالى، لا يبخل على نفسه، لأن هذا الرجل واقعا عزيز على الله سبحانه وتعالى، فقد قدم كل ما يملك إلى الله سبحانه وتعالى، فاستحق بذلك هذا اللقب باب الحوائج. فاللي عنده حاجة اليوم، وهذه القضية مجربة إن شاء الله على مرور السنوات في هذا المجلس في هذه الهيئة، هناك أيضا راية تمثل راية سيدنا أبي الفضل العباس. من بعد المجلس مباشرة أكو تعزية إن شاء الله، وسينطلق الموكب لجلب الراية إن شاء الله. الطالب حاجة عند أي شيء مع الله الليلة أنه يشارك بجلب هذه الراية والتعزية حولها إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال المولى الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. لأجل تلاوة هذه الآية المباركة من سورة البقرة، طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. أخواني الأعزاء، المجتمع يتكون من وحدة بنائية صغيرة تسمى الأسرة أو العائلة، فإذا صلحت العائلة صلح المجتمع. هذه الوحدة البنائية تعتمد على مجموعة من الأفراد: الأب، الأم، والأولاد. فالوحدة البنائية لصلاح المجتمع تعتمد على صلاح أفرادها. فبناء الأسرة بالضبط كبناء أو كالبناء المادي، فيه طابوق اللي هو الوحدة البنائية للحائط، وكذلك المادة أو الملاط اللي يستخدم في ربط الطابوق مع بعضه، وكذلك استقامة البناء. فإذا كانت الآجرة الواحدة فيها عيوب يؤدي إلى عيب في الحائط كله، وإذا كان الملاط أو المادة الرابطة بين الآجر ضعيفة من السهل أن يهدم هذا الحائط. وإذا كان البناء على غير استقامة أيضا الحائط لا يتحمل المنشآت التي فوقه. إذن لابد من التنسيق بين هذه النقط الثلاثة. أولا، أنه حينما نختار لأبنائنا أو نختار لبناتنا يجب اختيار المناسب والمكافئ.
لازم اكو هناك تناسب ما بين الآجر، وإلا البناء راح يكون ما متناسق. التكافؤ من حيث العقلية والتحضر والدرجة العلمية والنفسية. 2، إذا ماكو علاقة حب ومحبة وقبول بين الزوج والزوجة، كأن البناء بلا ملاط، ماكو مادة رابطة، فمن السهل أن يتفكك. وإذا ما سارت العائلة على القوانين الإسلامية الصحيحة والقواعد العقلية الصحيحة، فحتى لو كان الزوج يحب زوجته والزوجة تحب زوجها، ولكن السير على خط معوج يؤدي إلى سقوط العائلة والعياذ بالله. الآن البحث مالنا عميق جدا، متشعب جدا، ولكن نأخذ منه ما نستطيع إيصال الفكرة. الآية تقول نساؤكم، إذا الكلام مع الرجال، نساؤكم حرث لكم، ما قال زوجاتكم، قال نساؤكم، يعني مجمل النساء هن حرث، سواء كانت أختك بالبيت أو بنتك أو زوجتك أو أمك أو خالتك، المهم المرأة موصوفة بأنها حرث. زين، ما هو الحرث؟ الأرض المهيئة للزراعة. الأرض قبل الحرث ما يسمونها حرث، لازم تقلب وتهيئ للزراعة. فإذا المرأة مهيئة من خالقها، يعني مو أنت اللي تسويها حرث، وإنما طبيعة المرأة هي كالأرض الصالحة للزراعة والمقلوبة والمحروثة جيدا، تنتظر الحب الذي يسقط عليها. إذا نساؤكم حرث لكم، هذه الآية نعم من مصاديقها الزوج والزوجة، ولكن هي تشمل كل النساء، هذا الخطاب لكل الرجال. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. هاي الأنى مرة تجي مكانية، أنى لك هذا يعني من أين، ومرة زمانية، أنى رحت فاخبرني يعني متى، شو وقت تروح اخبرني. ومرة لا، تأتي ماذا، تأتي تشمل كل شيء. فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني شو تريد تزرع بهاي القاع ازرع، ولكن راح بالنتيجة يقول وقدموا لأنفسكم، يعني ما تزرعه نتاجه علما لكم، يرجع مردودة عليك أنت. واتقوا الله، خلوا الله ما بين عيونكم، خافوا من الله، لأن المرأة لما جعلها الله سبحانه وتعالى حارث لك، مو معناه هي عبدة مملوكة وأنت المالك. فكم من رجل يدخل النار بسبب دعوة من زوجته. النبي صلى الله عليه وآله يوصي بالضعيفين، الأسير والزوجة، لأن لا حول لها ولا قوة. هسه أنا ما أريد أدخل بهذا البحث لأنه بحث متشعب، ولكن هذا الحرث، هذه الزراعة، مرة أنت تريد نتاج سريع. يعني أنت إذا تريد تزرع الأرض وتستفيد منها خلال أسبوع أو 10 أيام أو شهر، هاي يسمونها شنو؟ زراعة سريعة. فايش تزرعها؟ تزرعها خضروات، خلال شهر يطلع لك خضرات تستفيد منها. ومرة تريد تزرعها على مدى 6 أشهر أو سنة، فماذا تزرع؟ تزرع الحنطة والشعير أو التمن، هذا الشلب. أما إذا تريد تزرع المدى البعيد الطويل فتزرع ماذا؟ تزرع النخيل، لأن النخلة لا بسنة ولا بسنتين، تعطيك ب8 أو 10 سنوات. المرأة كذلك تحتاج زراعة قريبة، وتحتاج زراعة متوسطة، وتحتاج زراعة بعيدة. كيف هذا يكون؟ لأن المرأة تزرع في 3 مناطق، تزرع في نفسها، وتزرع في عقلها، وتزرع في رحمها.
هذني ثلاثة: الزراعة النفسية، الزراعة السريعة سريعة الجواب، والزراعة العقلية على مدى، والزراعة الرحمية من بعد 20 سنة تشوف هذا الولد ينفعك لو يضرك. أنا أتكلم على المستوى العام، ما أتكلم على المستوى الخاص. فزراعة النفس والعقل تشمل الأخت، تشمل البنت، ولكن الزراعة على مستوى الزوجة يشمل نعم النفس والعقل والرحم. طيب، ما معنى الزراعة النفسية؟ أخي العزيز، الله جل وعلا يقول: والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم، بعد لا يلعب بعقلك هذه الأقاويل إنه الله جل وعلا خلق آدم وأخذ من ضلع آدم نعم وخلق حواء. ليش؟ يعني ماكو تراب بعد، ماكو طين، ضاقت الدنيا على الله اللي ما يقدر يخلق حواء يطلع من ضلع آدم. هذا الكلام كلام ناس يريدون يتعالون على المرأة، يقولها: شنو انت ضلع أعوج من عندي وسووك. تعرف لو لا؟ صحيح اكو حديث ان شاء الله نتحدث به، النبي لما قال للمرأة ضلع أعوج يقصد مدحها وليست إهانتها. ولكن الناس البسطاء يتصور ان النبي يريد يهينها لما قال شنو ضلع أعوج. انا اسالك سؤال: ياهو الأحلى حاجبك عوج لو عدلاتك؟ ها؟ اذن اكو اشياء حالاتها تصير عوج. الحاجب احلى يكون عوج، الحنج يكون مدور، بعض الاشكال الهندسيه القوس فيها احلى من الاستقامه. اذن ثم قال عظم اعوج لو قال ضلع. ليش؟ هو اكو ضلع مش اعوج؟ هو الضلع يكون اعوج ولا ما يصير ضلع؟ واضح؟ وليش اعوج الضلع؟ لانه يكون القفص الصدري، يعني يحمي القلب من الصدمات. اذن المرأة حماية للقلب والحب، فإن قومته انكسر. شنو يعني قومته انكسر؟ يعني هاي المرأة تطلعها تشتغل شغلة برا البيت من الصبح للسبعة بالليل، ترجع تعبانة هلكانة، وانت تريد منها خدمة ستحرم من هذه الخدمة. واضح لو لا؟ فإذا عزيزي، المرأة الزراعة النفسية كيف تكون؟ يعني ما معنى النفس؟ والله خلق لكم من أنفسكم، يعني نفس النفس البشرية اللي عندك هي عندها. ولو اجينا حللنا النفس البشرية ايش نلقاها؟ عقلية، وقوة غضبية، وقوة شهوية، وقوة وهمية. يعني مثل ما انت عندك عقل وتدرك، هي عندها عقل وتدرك. وربما عقول بعض النساء أعلى من عقول بعض الرجال، وهذا أعتقد موجود بالمجتمع. ومثل ما أنت عندك قوة غضبية مولانا، هي هم عندها. يعني أنت إذا واحد يسبك وتغضب، هي كذلك هم تغضب. هي هم إذا واحد تعرض لشخصها أو عائلتها أو عشيرتها أيضا هي تغضب. فاشمعنى أنت تغضب هي ما تغضب؟ فريد يقول لك هي نفس النفس. عندك غضب عندها غضب، بعد عندك شهوة هي عندها شهوة. وأنا ما أقصد فقط يعني القضية الجنسية، لا، لأنه الشهوات شنو؟ شهوة حب المال شهوة، حب الولد شهوة، حب السلطان شهوة، حب نعم على سبيل المثال الجمال هم شهوة. فإذا يقول لك مثل ما أنت عندك شهوة هي هم عندها شهوة. يعني مو أنت تأكل الطعام أنت وخطارك وتخلي المسكينة تغمس بماي الخالي، مو أنت اللي بشت مالك ب14 مليون وهي ما لاقي عباية زينة تلبسها، مو أنت إذا وجعك سنك تروح الأرقى طبيب وهي تدزها للمركز الصحي مثلا. هي عندها نفس مثلك، تتألم مثلك، تشعر مثلك، عندها شهوة مثلك. ثم مثل ما أنت جنابك، مثل ما أنت
تحب الزوجة أن تكون معطرة وجميلة ونظيفة، أنت كذلك مولانا. إذا أنت فمك رائحة سجائر، هدومك دخان الفحم والنرجيلة، وعرق جسمك مال العمل والسير، وجسمك فيه خطوط كلها ملح من العرق، وتريد تقع، شلون كيف يعني؟ هي هم عندها أنف مثل ما أنت تحب، يوم يومين ثلاثة هم تفزع روحها. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إني لأتزين لزوجتي كما تتزين لي. عندك شهوة، عندها شهوة هي أيضا، هم تحب المكانة. طيب مثل ما أنت تغضب هي تغضب، ومثل ما أنت عندك وهم وتصور ومكر، هي هم عندها مكر. بس يقولون المكر مكر من؟ زين. هذا المكر سيء لو حسن. لو كان المكر كله سيء، الله جل وعلا يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان تبين هذا المكر سيء؟ لا، اكو مكر حسن، تخطيط حسن، واكو تخطيط سيء. زين، شلون ليش المرأة صارت ماكرة؟ المكر مكر النساء، لأن أنت مولانا من تغضب تريح نفسك، تضربها، تقتلها، ترتاح، أخذت حقك، صرت على صفحة. زين، هي تقدر تطقك؟ لا. من تغلط عليك؟ طبعا لا. فلذلك هذا الحكي مالك الضمة يتحول إلى شنو؟ إلى مكر، تخطط لك. لكن أنت إذا زرعت فيها كلمة طيبة، معاملة جيدة، أيضا تمكر، ولكن مكر إيجابي. تظل تأخذ منك ال1000 غران وال2000 وتلمهن وتخطط من وراك لأجل إنجاحك. وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. إذن شلون الزراعة على المدى القريب؟ شلون هاي الزراعة النفسية؟ زين، أسألك بالله، الأرض من تحرث، من تزرع بيها حبة حنطة تعطيك حبة وحدة؟ ماكو فايدة. إذا أزرع حبة وأحصد حبة، خو نفس حباتي آكلهن وماكو داعي للتعب. ولكن القرآن يقول: كحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700. إذا أرض ما تعطيك وحدة ب700 ما هي حرث. إذا شلون أزرع بنفسيتها؟ إذا قلت لها أنت عيني للمرأة، شوي الزراعة القصيرة، إذا تقلها عيني تقول لك عينتين وعينتين، أهلي وعشيرتي وطوايفي. وإذا تقلها قلبي تقول لك قلبي وقلب أبوي وأمي وطوايفي. أسألك بالله، إذا كلامي خطأ قل لي عمي كلامك خطأ. هذا الزراعة على المدى القريب. خلي بالك، صلوا على محمد وآل محمد. هاي بس الزوجة، لا، البت. ابنيتي من أزرع بيها كلمة طيبة، البت من أزرع بيها كلمة طيبة ترد علي بطيب، أشبع نفسيتها بالكلام الحلو. إذا طلعت برا ما حد يقدر يخدعها. لكن إذا أنا ما سامع مني ولا كلمة حلوة، إذا سمعت كلمة حلوة برا تنحرف، تقول هذا يبين يعرف قيمتي، أنا أهلي ما يعرفون قيمتي، أختك كذلك، خالتك، وهكذا. نساؤكم حرث لكم. هذه الزراعة على المستوى القريب، زراعة النفس. أما على المستوى المتوسط، خلي بالك، الزراعة العقلية. مولانا، مثل ما أنت تحضر مجالس، انقل المعلومة إلى أهلك في البيت. مثل ما أنت تتعلم أحكام دينك، انقل الأحكام للبيت. لماذا؟ لأنه يعكس، هذا التعليم يعكس على عبادتك أنت. قدموا لأنفسكم. هسه راح أقول لك فتحكم. الآن إذا أصلي خلف إمام جماعة، أنا أصلي خلف إمام جماعة ورأيت نجاسة في أطراف ثيابي، هو ما يدري، صلاته صحيح، صلاتي وراه صحيح لو خطأ؟ ما دام هو ما يدري، صلاته صحيحة وأنا هم صلاتي صحيحة. ما يدري. لكن أنا إذا أطلع من بيتي وأصلي بثيابي، باكر رب العالمين يقول لي: يا شيخ أنت صلاتك نصها ما مقبولة. أقول له: ليش؟
يقول لي لأن دشتاشتك كانت مو طاهرة. شو أقول له؟ أقول له ما أدري. يقول لي لا تدري، لأن بالأساس أنت تعرف زوجتك ما تعرف النجاسات ولا تعرف الطهارات، إذن كيف راح تطهر؟ لاحظوا شلون عكست عليك. إذن الزوجة يجب أن يزرع في عقلها العلوم الضرورية، كيف تطهر، كيف تطبخ، شنو الأشياء الحرام، شنو الأشياء الحلال، كيف تتعامل مع الطفل، كيف تنظف البيت. كثير قضايا عندنا الحقيقة نسائنا مظلومات ما يعرفن، لأن هي لا آية الله ولا بت آية الله ولا تدرس حوزة ولا أنت تجيبها للمجالس ولا تنقل لها. المرأة يجب أن تكون عندها دراية دينية بعد، وعندها دراية اجتماعية. يا بنت الحلال ترى المخالطة مع الناس مو أي ناس يتخالطون. المرأة الإنسان اللي تحفظ لسانها أمام الناس، أسرار البيت ما يطلعن. يا بنت الحلال ترى كذا وكذا أبدي أحكي وياها يومية ساعة. إذن هاي شو يسمونها؟ الزراعة العقلية. بقت الزراعة الطويلة الأمد وهي الزراعة الرحمية. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. يعني المرأة حرث، ومو كل أرض تزرع أي زرع، كل أرض لها ميزاتها الخاصة. هسه لو تسأل المزارعين أين نزرع الحنطة يقول لك أفضل قاع فلان، أين يزرع العنب أحسن مكان فلان، لأن الأرض وطبيعتها تأثر على المنتوج، تأثر على المحصول. إذن خلي بالك شوية مني، نقالك هم طفيه أكثر من مرة، إحنا نأكد على هاي النقطة. العلماء شو يقولون؟ أول مرة خلنا ناخذ كلام الرسول صلى الله عليه وآله. يقول معنى الحديث: يا ناس ابنكم الرضيع ابنكم الصغير عزلوه بالمنام، عزلوه. واحد نشي يقول عزله هو شفتهم، هو طوله شبر، شفتهم هذا الطفل. لا، هذا الطفل صناعة رب العالمين، وانت عندك جهاز موبايل صناعة كوريا. صناعة كوريا بهاي الفتحة الصغيرة تلتقط صور وأفلام بأعلى الجودة. تريد هذا الطفل اللي طوله شبر على قولتك ما يلتقط صور وأفلام؟ يلتقط. إذن اجعل حاجز بينك وبينه. تلاحظوا لا؟ لأن هذا الطفل إذا رأى تلك المناظر يمن يكبر يصير عنده قدرة على الانحراف. بعد اجوا العلماء حللوا ان الطفل عمره اسبوع، مو اسبوع برا، اسبوع ببطن رحم امه بداخل الرحم، يعني عمره اسبوع. تدري حجمه ايش قد؟ حجمه بقدر خرزة المسبحة، اصغر بعد. هاي السبحة اللي بيدك اصغر بعد. هذا بهالعمر يبدي يسجل كلام امه ويسجل كلام ابوه، لان اشبه بالانتينا الاريال. هذا الانتين منه قسم للاب وقسم للام، فالكلام اللي يصدر من الاب يتسجل بالجزء الابوي. وانت تدري هذا الدي ان اي شلون يعرفون هذا الولد ابن هذا الرجل وهذه المراه؟ لان بيه شقين، كل شق قادم من الرجل وشق قادم من المراه. فهذا الطفل يسجل الكلام ويقدر يحلل من هو المجرم ومن هو المظلوم. وبعدين من يطلع يراويهم الويل وسواد الليل. أول كلام يسجله الطفل، يقول العلماء علماء النفس يقولون إذا المرأة قالت الزوجة، قالت له هي حامل، إذا رأسا قالها منو قال لك؟ أنا متفق معاك إنه ماكو خلفة، خلينا نشوف فد سنة سنتين. هي تقول له إجا غصبا عني أنا ما أدري. يقول هذا الكلام يسجل عند الطفل، فحينما يولد الطفل ويكبر يحس الناس كلها تكرهه، كلها ما تريده، وجهه عبوس قمطرير، لأن أول كلام سمعه لا الأب يريده ولا الأم تريده. لكن إذا أول ما تخبر بالحمل يصيح صلوات على محمد وآل محمد.
ثم يعطيها هدية، ثم يبارك لها، ثم يشجعها، وبعدين يظل يقرأ القرآن وهي لا ترضعه إلا على وضوء، ولا يسمع غيبة من أحد، ولا نميمة، ولا ظلم، ولا جدال، ولا صراخ. هذا الطفل يطلع يحس الناس كلها تحبه، تشوفه بشوش، ضحوك، لعوب، هكذا. فإذا عزيزي، هذه القضايا علمية أثبتها الرسول صلى الله عليه وآله، وذكرها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن يجب التأكيد على هذا الجانب. لذلك اليوم الإمام علي سلام الله عليه يضرب أروع الأمثلة في هذا الجانب. ما خاب من استشار الإمام علي سلام الله عليه. هو الإمام عالم، لكن لماذا يسأل عقيل؟ أخو يريد يعلمنا يا جماعة راجعوا الأخصائيين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال له يا عقيل أريدك أن تختر لي امرأة ولدتها الفحول. قال له يا أخي وماذا تريد؟ شنو من صفات تريد حتى أقول لك؟ تريد جمال؟ أكو امرأة، أكو عشائر طبيعتهم الجمال. تريد علم؟ أكو عشائر طبيعتها الذكاء. ماذا تريد يا أخي؟ قال له أريد امرأة أصيب منها ولدا يكون عضدا لأخيه الحسين، أريده شجاعا وفيا وكريما. 3. فلحظة انتظر عقيل، فكر، قال له أين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية؟ قال له وما ذاك؟ قال له والله لو سقط نجم من السماء لتلاقفته رماحهم. شجعان كرماء ينفقون تبرهم قبل تبنهم. قال إذن توكل على بركة الله. لاحظ الدروس الموجودة بهذه القصة. يرون أهل التاريخ يقولون لما ذهب عقيل لبني كلاب لخطبة فاطمة، أول ما أكرموه بالذبائح ورحبوا بقدومه. بعد ذلك لما عبر عن سبب المجيء قال يا حزام أنا جئتك خاطبا بنتك فاطمة لأخي علي بن أبي طالب. لاحظ الخطاب علي بن أبي طالب، فوضع يده على رأسه قال شرفا وكرامة رفعة، ولكن يا عقيل أنتم علمتمون الدين، فأريد أن أسأل البنت. لاحظ الخطاب علي، ولكن سؤال البنت واجب. لماذا؟ ليش؟ قال لأنه أخاف أن تقصر بحق علي فتدخل جهنم وأنا من ورائها. تبين المرأة إذا قصرت بحق زوجها لأن ما تريده ما راح تتحمل، والتالي الأب له حصة من هذا الإشكال. قال له أنا أنتم علمتونا الدين، أروح أسألها إذا يجوز تريد حتى تحسن، وإذا ما تريد حتى لا تقصر. فذهب. هذا الدرس الأول سؤال المرأة. الدرس الثاني يقول مشى وين؟ تبين مكان الرجال بعيد عن مكان النساء. يا أخواني نحن نجلس في الديوانية، نجلس في المجالس، نتكلم أشكال وألوان، فلا تجعل النساء على مسمع ومرأة. النساء ما لازم يطلعن على كلمات انت تريد يعني تريد تلاطف، تريد تسولف، تريد كذا، فلا تخلي النساء. ناهيك عن إذا قاعدة يمك متربعة وحاطة الاستكاين وصب لك شاي، هذا ما يجوز مولانا. ابعد النساء في حالة وجود غريب أو ضيف حتى لا يطلعن على كلام الرجال. يقول فمشى اقترب إلى مكان النساء. يقول سمع بنته تتكلم مع أمها. خلي هنا بقلبك شلون تقولها أماه رأيت طيفا ليلة أمس. قالت خيرا إن شاء الله. قالت لها كأنه وضع على رأسي تاج فيه 3 جواهر، 3 درر، وكأن القمر انخلع من السماء ووقع في حضني. اللهم صل على محمد.
فعرف الرجل، عرف، رجع قال له مبروك عليكم، البنت جاءتكم إن شاء الله زوجة. هنا النوب الدرس الرابع، لما يوم الزفة احنا اذا خذوا بتنا الاولاد يشردون يغيبون وجههم والابو ما موجود، يطلع حتى يجون ياخذون بنتي كأنها يتيمة دمعتها بعينها، خوانها ماشيين وابوها ما موجود. ليش هاي العادة؟ ليش؟ يعني شنو، ماخوذة غصبا عنك؟ لا. ماخوذة فصلية؟ لا. ماخوذة نهيبة؟ لا. مسوية جريمة؟ لماذا؟ ليش اوقف ويا ابني وبنتي ما اوقف وياها؟ ليش الزوج عمامه كلهم واقفين؟ ليش هي بوحدها موجودة؟ انا اوقف وياها واخلي خوانها يوقفون حتى نقول لها عزوة، عندها اهل، عندها ناس، نرفع راسها وتفرح بوجودنا. شوف اليوم مثل هذه المناسبة نذكر هذا الحدث، يقول جابوا عمامها واخوانها، جابوا سيدتنا فاطمة بنت حزام الى بيت علي. هنا الدرس الخامس، سيدتنا فاطمة قالت لأبيها وأعمامها، قالت دعوني أطرق الباب فإما أدخل ولا أرجع وإما أرجع معكم ولا أدخل. اجت ضربت الباب، خرج سيدنا الحسن سلام الله عليه، كان عمره 24 سنة أو 23 سنة، وكان الحسين 22، وكانت زينب 21 سنة. فقالت له سيدي أبا محمد أتقبلني خادمة في بيتكم؟ لاحظ هذا درس للنساء، اكو رجال يضطرون لموت زوجاتهم أن يتزوجوا من المرأة الأخرى، فأن تتقي الله ولا تحرق الأخضر واليابس، ونعم تظلم في هذا البيت. تقول له تقبلني خادمة عندكم؟ الجواب من الإمام الحسن قالها بل أما كريمة على العين وعلى الرأس، تفضلي سيدتي. دخلت سيدتنا فاطمة هذه الليلة ليلة زواجها، صباح الزواج نادى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يا فاطمة عدي شيئا للأولاد للفطور. فإجت قالت له سيدي ومولاي أنا عروس وأطلب منك هدايا، العروس يعطوها نقوط. قال قولي تفضلي آمري. قالت له أول طلب أطلبه منك أن لا تناديني فاطمة. قال لها ليش؟ هذا الاسم هواي أحبه. قالت له أنا هم أحبه، ولكن من تناديني فاطمة أباوع الأولاد، أشوف البنات كأنه ينكسر قلبهم، فما أريد أن أسبب هذا الإحراج. ناديني أم البنين على لقب جدتي وأمي. قال لها لك هذا. قالت له والطلب الثاني غرفة سيدتنا الزهراء أنا ما أريد أدخلها لأني ليس لي ذاك المقام. شوف احترام، حتى ملابس الزهراء هي من إرث زينب التي كانت ترتدي لباس أمها سلام الله عليهما. وقالت للمرة الطلب الثالث أن لا تأمر على زينب أن تخدمني، أنا خادمة لزينب، هذه بنت الزهراء وأنا لا أصل إلى مقامها. أول يوم مولانا لما خبروا زينب بأن الحمل موجود، تصور ترقب أم البنين ليلة بليلة لحظة، كانت تقرأ القرآن على بطنها، كانت تسمع العباس صوتها، كانت دائما التصاق، إلى أن كبر الجنين وقربت ساعة الولادة. يقول رأسا زينب صاحت أخي أبو محمد نادي على أبيك علي وقل له إن القمر الليلة بضيافتنا، الليلة القمر يشرف علينا. يقول أول حضن نزل سيدنا أبو الفضل في حضن زينب سلام الله عليها، هي اللي لفتها بالقماط، هي التي نظفته، هي التي كانت تكلمه وتقرأ له القرآن وتقرأ له الدعاء وهو في حجرها. يقولون اجى الإمام علي يركض، قال ناولوني ولدي. يقول انطوه مقمط، أذن بأذنه، أقام باليسرى، ثم قال أما قلت لكم لا تكتفوه، هذه اليدين ما تتكتف. يقول فتح القماط، أخرج اليدين، أخرج الكفين، أخذ يقلبهما يمينا وشمالا ويبكي. يقول أم البنين قامت قالت له سيدي ليش تبكي؟ ابني ايده بيها عيب، مشلولة بيها نقص.
قالها لا لا يا أم البنين، ليس فيها نقص، ولكني أبكي على تلك الكفين. أيوا سيدة وعباسة. قل لي يا عباس السهم صابك بعينك، خويا بعينك تقل لي وين يسراك ويمينك. يا عباس يا عباس العلم وين وين جودك، خويا جودك تقلب ياك ترضى عن زنودك. قل له خويا انكسر ظهري وتدري لي انكسر ظهره، والله ظهره ما يقدر على القومه وتصبح يشتاق اجره. يقولون رجع هناك الحسين، استقبلته سكينة قالت له أبتان أين عمنا العباس، أين عمنا العباس ولقد وعدنا بالماء. يقلها يا سكنة راح عباس، والله عباس عباس راح العضيد يرفع الراس. يا سكنة وظل يبكي علي يغل درق والطاس. يقولون طب الخيمة ابو فاضل يرعبون الخيمة وطاحت الخيمة. يقولون زينب كانت واقفة شافت الموقف، يقولون قعدت بمكانها زينب. جاء الحسين هناك قالها زينب آجرك الله لقد عبت أبا الفضل العباس على رمضاء كربلاء. قالت لاخويا ما قال لك شي علي؟ قالها يا زينب قال سلمتنا على ختم. يا زينب قال سلمنا على ختم، والله خدنا وقلها المنية فرقتنا. الصاحت زينب منا كلهم اخوت الجانة كلنا منا كلهم، والله منا كلهم اجى الموت وخذاهم منا كلهم. يا دفان اخوت منا كلهم دفن اعزاز قلب ورد علي. يقولون زينب وقفت توجهت الى نحو الغم صعد كفيلي عباس. يا عباس من اللي جبتني، خويا جبتني وبيدك يا خويا ركبتني. يا عباس خويا جالش بغل شدايد غل عفتني. يا الله اللهم شاف مرضانا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اكشف همومنا وغمومنا، اللهم اغن فقراءنا، اللهم ترحم على موتانا، موتى الحاضرين المؤسسين، من مات على ولاية سيدي ومولاي أمير المؤمنين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.